قرش الثور. ماله قرش الثور؟ التكيفات التركيبية بتاعته استراتيجية اسمها استراتيجية التباين اللوني. مالها استراتيجية التباين اللوني؟ يعني ايه؟ قال لي يعني ان الظهر بتاعه اسود بيجعل الحيوان لا يرى الذي اعلاه لا يراه في الظلال بالاسفل. يبقى انا عندي التكيف بتاع قرش الثور بالتخفي باستراتيجية اسمها ايه؟ استراتيجية التباين اللوني. ان ظهره اسود وبطنه ابيض. الظهر الاسود بيجعل ايه؟ بيجعل الحيوانات التي اعلاه لا تراه في الظلال بالاسفل، ما بتشوفوش في الظلال بالاسفل. والبطن الابيض بيجعل الحيوان الذي اسفله لا يراه. ليه؟ لانعكاس ضوء الشمس عليه. يبقى انا عندي الحيوان الذي اسفل قرش الثور ما بيشوفهوش. ليه؟ علل لانعكاس ضوء الشمس عليه. بعد كده بيعرفني إن معظم القروش بتعيش فين؟ في المية المالحة، لكن قرش الثور بتتكيف لتعيش في المية العذبة التي لا توجد فيها قروش أخرى، فبيبقى أسهل عليها إن هي تاخد الغذاء فتحصل على غذائها بنفسها. لكن معظم القروش بتعيش فين؟ في المية المالحة. عند قرش الثور اتكيف إنه يعرف يعيش في المية العذبة ما بيكونش موجود فيها أي قروش أخرى، فتحصل على غذائها بإيه؟ بنفسها. بعدين عندي بيقول لي إن يصطاد قرش الثور ليلا ونهار، مما يسمح بمفاجأة الفريسة في أي وقت. يعني هو بيقدر يصطاد في الليل وفي النهار، فبيستطيع إيه؟ مفاجأة الفريسة. مرة واحدة كده بتلاقيها إيه؟ بتصطاد في أي وقت، ما عندهاش وقت معين تصطاد فيه. بعديها هنتكلم عن حرباء النمر. مالها حرباء النمر؟ قالك دي نوع من أنواع الزواحف أهي. هي دي نوع من أنواع الزواحف، مما يعني أن جسمها بيغطيها إيه؟ بيغطيها حراشيف. يبقى أنا عندي السحلية حرباء النمر دي نوع من أنواع إيه؟ الزواحف. بيغطي جسمها حراشيف. بيغطي جسمها إيه؟ حراشيف. والزواحف دي حيوانات قديمة موجودة في مناطق كثيرة حول العالم. يبقى أنا عندي الزواحف دي موجودة في مناطق كثيرة حول العالم، صح. بعدين عندي بتعيش فين؟ بتقولك بتعيش في الغابات الاستوائية. لديها طرق مميزة في التكيف السلوكي والتركيبي. يبقى هي عندها إيه؟ طرق مميزة في التكيف السلوكي والتركيبي. بعدين عندنا حرباء النمر. بتميز إيه حرباء النمر؟ التكيف التركيبي بتاعها إيه؟ أول حاجة العيون. مالها؟ بتمكنها من النظر في اتجاهين متعاكسين. يبقى العيون بتاعتها بإيه؟ بتعمل إيه؟ بتمكنها من النظر في اتجاهين، يعني عين بتبص في اتجاه والعين التانية بتبص في اتجاه تاني. بعدين عندنا الحراشيف الملونة البراقة. ليه عندها حراشيف أو علل؟ تمتلك الحرباء النمر حراشيف ملونة براقة للتخفي فين؟ بين الأوراق والزهور. بعدين قال لي الأقدام بتاعتها بتشبه حرف V. علل لتساعدها على الالتصاق بإيه؟ بفروع وجذوع الأشجار. بفروع وجذوع الإيه؟ الأشجار. وعندي الذيل بتاعها بيشبه اليد أهو. الذيل بتاعها بيشبه الإيه؟ اليد. تستخدمه ليه؟ تستخدمه لتمسك الأشياء. هي شبه اليد، الذيل بتاعها بيشبه اليد. ليه؟ لتمسك الأشياء. بعدين هنكمل بنتكلم عن حرباء النمر. حرباء النمر علل تستطيع حرباء النمر الصيد وتجنب الوقوع كفريسة. ليه؟ بسبب قدرتها على تحريك كل عين في اتجاه مستقل عن الإيه؟ عن الآخر. يبقى هي عندها عينين مستقلين عن بعض، فده بيخليها تتجنب الوقوع كإيه؟ كفريسة. كل ده كنا بنتكلم عن التكيفات التركيبية. دلوقتي هنتكلم عن التكيفات السلوكية في حرباء النمر. قالك إن حرباء النمر لا تمتلك أسنان ولا مخالب للدفاع عن نفسها، تلجأ لحيلة لتبدو شرسة. إيه هي؟ إن هي بتنفخ جسمها بالهواء لتبدو شرسة. تفتح فمها واسعا وبتغير ألوان حراشفها أحيانا. يبقى إيه هي التكيف
السلوكي بتاعها إن هي بتنفخ جسمها بالهواء لتبدو شرسة وتفتح فمها واسعا، وأحيانا بتغير ألوان حراشفها. حراشفها نقولها دلوقتي.